مش معنى ان انا بقدرك وبحترمك يبقى انت امتلكتني. مش معنى ان انا اتنازلت عن حاجات كتير عشانك انت معنى كده ان انا هفضل معاك. لا، انا هقدرك واشيلك فوق دماغي، بس كل حاجه ليها حدودها. ما انت لو انت ما قدرتنيش وما اديتنيش اللي انا بديهولك او الحب والمشاعر واللي انا بديهولك ده وما لقيتوش منك انت، ولو حد اداني ذره صغيره هروح له عشان هو بيقدرني وانا بقدره. لكن انت ما بتقدرنيش وانا بقدرك، هل انا هفضل معاك؟ لا طبعا. اهو ده المفهوم. قدرني اقدرك، ما تقدرنيش لا مؤاخذه في الكلمه مالكش لازمه عندي ومش هعليك. انا هنساك من حياتي. ما هو ده اللي قدم لي السبت اداني حد على طول. ما اظنش ان انا هفضل اديك وانت ما تدينيش لا مؤاخذه في الكلمه يعني. ما انت تقدرني اقدرك، ما قدرتنيش هشوف حد تاني يقدرني واروح له وانساك. سيبك من الكلام ده خالص. هاجي اقدرك مفيش. ما هو مفيش تقدير يعني. انا بفضل ادي ما هو ادي كل حاجه ليها حدود. صح ولا انا غلطان؟ ما انا ما لقيتش منك رد، هل انا هفضل اديك؟ لا طبعا. هشوف حد تاني يديني. هي دي الدنيا ماشيه كده. قدم السبت تلاقي حد، قدم حب تلاقي حنيه، ادي حنيه تلاقي اشتواء. حاجات كتير قوي انت شكلك كده ما تعرفش حاجه عنها. انت بخيل عن الحب، ما تلزمناش يابا. ما انت من بخيل دلوقتي، لما تتجوز ونخش دنيا يبقى شكلك ايه؟ مفهومه معقوله. ولازم كل شخص عارف الكلام ده كويس. اي ست واي بنت اي مفهوم الكلام ده كويس. قدرني اقدرك. انت بقى مش فاهمني ولا بعيد عنك الكلام ده، خلاص ما يلزمكش. احلى مسا عليك.